ملاحظ أن عدد ذكر سليمان عليه السلام في القرآن الكريم 17 مرة، وأن تحتمس الثالث قاد 17 حملة لم يصب خلالها بأي إصابة قط، ومفيش أي حد قدر يوصله رغم أن هو كان بينزل في وسط المعارك وبيحارب مع الجنود، وكأنه كان محصن بتحصين إلهي من ربنا سبحانه وتعالى. كمان تحتمس الثالث فتح 300 مدينة، والعجيب أن هو أول من أنشأ جهاز استخباراتي في الجيش ومعه الاستطلاع كمان، وده المتوافق مع قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة النمل: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ومن المفارقات اللي عندنا إن شعار المخابرات الحربية والاستطلاع هو الهدهد، ده برضو من الأمور اللافتة. فقصة الهدهد متوافقة مع تأسيس تحتمس الثالث لجهاز استخباراتي لما سخره الله سبحانه وتعالى ليه من إنس وجن وطير وحيوان. طب بالنسبة بقى لقصة النملة: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. القصة دي بتتطابق تماما مع اللي سجله التاريخ مع ما حدث لتحتمس الثالث في معركة مجدو. هو قاد المعركة دي بنفسه كان قدامه 3 طرق، طريقين متوقعين وطريق ثالث واعر جدا وصعب ان هو يمشي فيه، وفجأة قرر تحتمس الثالث ان هو يختار الطريق الثالث ده اللي هو الضيق الوعر اللي صعب ان هو يمشي فيه الجنود والمعدات العسكريه، وكمان موجود بين جبلين، فكأن ده كان امر الهي من ربنا سبحانه وتعالى بتغيير الطريق، وده بسبب فهمه للنمله وحديثها مع النمل غير طريقه، وكان ده سبب رئيسي في انتصاره في المعركه. بالنسبه لتسخير الجن لسيدنا سليمان عليه السلام، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص. بردية تولي في الحضارة المصرية القديمة بتقول إن كاتبا كان يجلس أمام المعبد ورأى في السماء نارا طولها حوالي 150 قدم فلم يستطع النظر إليها وفزع، وحينما أعاد النظر إليها مرة أخرى وجد كائنات ليسوا بشرا وليس لهم مثيل. بردية هارس 500 الموجودة دلوقتي في المتحف البريطاني بتذكر إن كثير من الممالك كانت بتأتي لتحتمس الثالث خاضعة دون قتال، وده المتوافق في القرآن الكريم مع اللي حصل مع ملكة سبأ. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، لحد قوله تعالى: قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أما